السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في كويزين المسيح فاطمة. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم بريوش جوج شكالات كيجيو رائعين، كيجيو زوينين، كيجيو خفاف وعجينة ديالهم ساهلة وقطنية. هانتوما كتشوفوا معايا، يعني شكلتهم على جوج شكيلات، يعني هكا بالشكلاط والكريم باتيسير، والشكيل الاخر درتو على داك الشكيل هكا بالكوفيسير ديال المشماش والتفاح. يعني كيجيو رائعين كما كتشوفوا معايا، كيجيو زوينين. هكا كنشكلو هكا الطبله ديال هاد الكوتي او الفطور او اللي نديهم معاهم المدرسه كما كتشوفوا، يعني ساهلين. عندي هنايا كاس ديال الحليب دافي لان الحال بارد دابا. كاس ديال الحليب دافي كما كتلاحظوا معايا، كاس ديال الحليب دافي، واحد الرشيشه، نص كاس ديال الزيت كما كتلاحظوا معايا، نص كاس ديال الزيت. كنحكو واحد الليمونه هكايا، ولا يمكن لكم تعوضوها باي نكهه كتفضلوها، الفاني ولا حامض ولا اللي كان. نحكيت ديك القشره ديال الحامض حتى هي كتعطي لو زوين كما كتلاحظوا معايا. كنحكو هي ديك القشره الفوقانيه كما كتشوفوا، ما كنخرجوش للاخرى باش ما كتعطيناش المروريه. كتنسمنا العجين ديالنا وصافي. الا ما كانش اكتفيو عيب هكا بالفاني ولا اللي كان. كنضيف واحد الساشي ديال الخماره من فئه 8 غرام كما كتلاحظوا معايا. كنضيفوه حتى هو كيعطينا الخفه العجينه والطراوه كيجي مزيان. ومعلقه كبيره عامره مزيان ديال الخميره حبيبات، لان الحال بارد دابا باش كتخمرنا العجينه دابا. كنخلطوا العناصر ديالنا كما كتلاحظوا كامله كما كتشوفوا. هي كنخليو واحد شويه، هي كتذوب لنا داك السكر سنيده وهذا باش كيذوب لنا مع الحليب وداك الماء. وديك الساعات كنخلطوا العجين كما كتشوفوا معايا، يعني هي كتذوب لنا ديك السنيده مع الخميره وداك الشيء. وكنخلطوا العجين كيجي رائع. هاد العجينه كتجي زوينه بزاف. الا ما كانش عندكم الحليب زعما سائل يمكن لكم تضيفوا حتى الحليب غبرات، هو كيجي العجين ديالو زوين. صافي كنضيفوا الطحين. عندي هنايا 500 غرام ديال الطحين، 500 غرام ديال الطحين من نوعيه جيده. وحتى للتالي عاد كنضيفوا شويه ديال الملحه، يعني حتى كتنفع عندنا شويه الخميره عاد كنضيفوا الملحه. صافي كنبقاو نخلطوها هكا بالفوي كما كتشوفوا معايا. ما كندلكوها ما حتى شي حاجه دغيا دغيا العجينه دغيا تنجمعوها. وصافي ملي هذا كنبقى نجمع بيدي. كتشوفوا هكا العجين زعما عفوا الطحين مغلبل من النوعيه الجيده. صافي كنخلطوه هكايا كما كتشوفوا حتى كنجمعوا العجين ديالنا مزيان كما كتلاحظوا معنا. حتى كنخلط العجينه ديالي مزيان وكندهنها بزبيته وكنخليها تختمر هكا. كنجمعها من بعد ما اختمرت هي خرجتها من البول دغيا دغيا. وكنجيب واحد البلاطو كنبقى نقطع العجينه ديالي هكا. العجينه ديالي طريه كتلصق باليدين. كنقطع العجينه ديالي في البلاطو كما كتلاحظوا معايا باش كنشكلها. يعني هاد 500 غرام تبارك الله حطت لنا خير بي كما كتشوفوا معايا، يعني بلاطو عامر تبارك الله، يعني كتحط كميه كبيره. صافي كنبقى نكوروها هكايا. المهم انا ما عبرتهاش معكم، كورتها هكايا عيني ميزاني. وعندي الكريم باتيسير هنايا. راي واحد كيعرف يوجدو كاع البودره ديال الكريم باتيسير كنديروها في كاسرونه مع الحليب وكنضيفوا عليها السكر سنيده. عندي تما التفاح، عندي المشماش ديال عفوا الكوفيسر ديال المشماش وشويه ديال الشكلاط. صافي كنطلقوا العجينه ديالنا، يعني راه مرتاح دغيا دغيا كتطلق. كنطلقوها هكا بالمدلك، كنرشوا طاوله العمل بالدقيق وكنطلقوا العجينه ديالنا على شكل دائره كما كتلاحظوا معايا. كنطلقوها بالمدلك هكايا ورشين شويه ديال الدقيق. كنطلقوها باش كنشكلوا العجينه ديالنا كما كتشوفوا معايا. كريم باتيسير راه واجد، يعني واجد عندي تما حدايا محطوط كلشي، العناصر محطوطه حدايا. صافي كنبقى نطلقوها هكا كما تشوفوا. كنديروا شويه الكريم باتيسير وكنديروا معاه الشكلاط. يمكن لكم تكتفيو غير حتى بالشكلاط ديال الدهن ديروه، يعني الا ما كانش كريم باتيسير حتى هو كيجي زوين. وكنضيفوا معاه داك الشكلاط وكنسدو على الشكل هكايا. كنسدو كنبركو على داك الجنيبات باش ما يتحلوناش من بعد الخميره.
كنشكلو هكا على داك الشكل هكا كما كتشوفوا. ملي كيطيبوا كيجيو خفافين وكيجيو خابين. بالنسبه للتشكيل الثاني كما كتلاحظوا معايا، التفاح راه عندي منقي ومعصر عليه الحامض باش ما كيكحالش كما كتلاحظوا معايا. وكنطوي ديك الجنيبات كما كتشوفوا مع الجنيبات باش كنخلي الحشوه فين حطها، كنخليها هكا كنطلقها على شكل طولي غير شويه. وديك الجنيبات كنطويهم مع الجناب هكا، يعني كيجيو منظر ديالها زوين. باش كنلقى فين ندير الحشوه كنطلعوها غير شويه هكايا وكنبركو على ديك الجنيبات بيدينا من هنا ومن هنا. وداك الفراغ الوسط كنديرو فيه اما الكريم باتيسير اما الكوفيتير. انا درت هي الكوفيتير ديال المشماش، الكوفيتير ماشي الجاري، الكوفيتير ديال الاكل. نتوما كي كتشوفوا كنسرحوه هكايا وكنستفو ديك التفاح عندي هكايا فوق منه كنسرحو هكا كيجي الشكل ديالو زوين ومنظر تا هو ديالو زوين. كنشكلو وكنجيبو ديك التفاح وكنبقاو نستفو هكايا حتى كنكملو. كنبقى نستفو وحيده حدا وحيده كتشوفوا. وملي كنجيو ندخلو الفران يكون سخون مزيان باش ملي ندخلو البريوش ديالنا للفران يكون زعما سخون باش كيطلع لنا في زعما كيتنتفخ ويجي زوين. صافي كنستفو هكا ومن بعد نبدا كندهنهم ديك الجنيبات بالبيض كما كتشوفوا معايا. كندهنهم الجناب بالبيض كذلك حتى هادو كندهنهم هكايا بالبيض. البيضه كتخفقتها مع وفاش كنساليو كنخرجهم من الفران كندهنهم هكا بالناباج. وهذوك درت لهم دهنتهم بالكوفيتير ورشيت عليهم شويه د الكوك والاخر كاوكو مهرمش. المهم تزوق كيبقى لكم الاختيار اللي بغيتو ديروه. ومن بعد هذوك ملي دخلتهم للفران درت لهم شويه ديال السكر سنيده مع الفاني باش كيجي المذاق ديالهم. ديك التفاح كيجي معسل هكا. هادو هما البريوش ديالنا كما كتلاحظوا معايا كيجيو رائعين وكيجيو زوينين بزاف. يعني نتمنى يعجبوكم واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. مع السلامه.